الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء من الأعداد، المانع اللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد، أحمده أبلغ حمده وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أما بعد، فلما كان الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، لا سيما علم الحديث، فقد قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقد أكثر علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم من التصنيف فيه ما بين مطولات ومختصرات ومسانيد ومستدركات، ولله بر القائل: أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعاء النبي منظرة، وسمعت من بعض المشايخ أنهم أرزاقهم أيضا به متكسرة. ولله ضرب قول الآخر: أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه وأنفاسه صحبوا. واستمرارا لما تقوم به هذه الساحة المباركة من نشر للعلوم الشرعية، ساحة السيد محمد القزاز رضي الله عنه، ينعقد هذا المجلس الحديثي، وهو المجلس الثالث والسبعون بعد 100 الثالثة من سلسلة الدورات والدروس العلمية في هذه الساحة المباركة. وهذه الكتب تعد 65 بعد 100 من دروس العقيدة والفقه والتصوف والحديث وغيرها. ويأتي هذا المجلس ضمن مجالس علم الحديث الشريف، فينعقد في هذا اليوم المبارك الموافق 15 من ربيع الآخر سنة 45 ينعقد هذا المجلس المبارك في يوم الاثنين الموافق 15 من ربيع الآخر سنة 45 و400 وألف في 30 من أكتوبر سنة 23 و2000. فعلى الله الكريم الاعتماد، وإليه التفويض والاستناد، نسأله النفع لنا ولسائر المسلمين، وإلى كلمة شيخنا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبسائر مشايخنا في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد والثناء الحسن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، الملك الحق المبين. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبينا وسيدنا ومعلمنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين، صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير والقبول والفتح والعلم والفيض والعطاء، وتغلق بها عنا كل مكروه وشر وسوء، عنا وعنكم وعن سائر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب العلم، وافتح لنا أبواب النور، وافتح لنا أبواب العطاء، وافتح لنا أبواب الفتح، وافتح لنا أبواب الفيض. اللهم يا معلم آدم الأسماء كلها، ويا معلم إبراهيم علمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وهب لنا من أنوارك يا الله، ومن أنوار أنبيائك، ومن أنوار أوليائك وعلماء الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم افتح لنا أبواب الرحمات وأبواب البركات في هذا المجلس المبارك. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، نرحب بالأحباب الكرام الحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات في هذا المجلس الطيب المبارك، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا ممن يدل به وبرسوله صلى الله عليه وسلم عليه، لا ممن يدل به وبرسوله على أنفسهم وذواتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأحباب الكرام، قبل البدء لهذا المجلس أو ببرنامج هذا المجلس المبارك، نشير بعض الإشارات التي قد تفيدنا نحن وإياكم سويا. أولا، نحن لسنا شيوخ في هذه الجلسة، في هذا المجلس لسنا شيوخ، كلنا تلامذة بين يدي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومن حملوا عنه هذه الأحاديث. وما دام أننا تلامذة وطلبة بين يدي رسول الله وحديثه الشريف وبين يدي الذين حملوه إلى أن أوصلوه إلينا، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا، في مثل هذه المجالس مما ينبغي أن تستغل في تعدد النيات، كما علمنا مشايخنا الكرام وسادتنا العلماء أن العلماء تجار نيات، يعني يتاجرون بنياتهم بتشجيع الناس وبترغيب الناس في الإكثار من النيات. من أجل ماذا؟ رجاء الحصول على الأجر الكبير والثواب العظيم الجزيل من الله عز وجل، والله واسع الرحمة وواسع العطاء وواسع الفيض. فننوي بهذا المجلس أن يزداد أو أن نكون أو أن نصل أو أن نحصل على القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننوي به أن يصلح حالنا وحال الأمة، وأن يرفع عن أمتنا الغمة، وخاصة إخواننا المرابطين على أرض فلسطين، أن يعجل لهم بالنصر المبين والفرج القريب العاجل. فننوي بهذا المجلس هذه النوايا، وننوي بها أن يقضي حوائجنا وحوائجكم وحوائج كل السامعين وكل المسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثالثا، السماع أيها الإخوة الأحباب سنة مباركة درج عليها السلف والخلف في علم الحديث وفي غير علم الحديث. جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود والإمام أحمد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. هذا الحديث له من الأهمية بمكان، وهو يختصر ويصف ما نحن عليه، ففيه توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بطلب العلم ونشره بين الناس من جيل إلى جيل حتى يحفظ هذا الدين. وسنة السماع أيها الكرام ينبغي إحياؤها من العلماء على وجه الخصوص، ومن طلبة العلم على وجه الخصوص أيضا، ومن كل شخص ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعوة وإجابة وهداية واستنارة، عليه أن يسمع الناس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المجالس إحياؤها سنة. فعلماؤنا كان قبل عقود من الزمن تكثر مجالس العلم، وخاصة مجالس إحياء رواية السنن، قراءة الأمهات الست تكثر. عندنا في اليمن في محافظة الحديدة كان يوجد أكثر من ما يقرب من 10 مجالس لقراءة صحيح البخاري وغيره من السنن. وأيضا في كثير من البلدان والأربطة الشرعية والأماكن التي تعنى بنقل التراث ونقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من الانتشار بمكان، ثم خفت أمرها وقل الاهتمام بها والعناية بها، إلى قبل سنوات بدأت الأمة تعود، وطلبة العلم والمشايخ الفضلاء يعودون إلى إحياء هذه السنة، يعني ليست جديدة، وإنما حصل لها إحياء بعد موات. لا نقول بعد موات، وإنما بعد إخفاء، لأنه لا زالت في أماكن سواء في الشام أو في مصر أو في اليمن أو في مختلف
المدارس العلمية والمؤسسات العلمية الشرعية المختلفة لا زالت تحيي قراءة السنن بكاملها، إنما على وجه الانتشار والاشتهار والاستفاضة لم يعد ذلك. ولذا في السنوات الأخيرة تم أو يعني حصل إعادة الاشتهار والاستفاضة والدعوة والحث على إحياء قراءة يعني المجالس الحديثية بمختلف سننها ومختلف مساندها. فينبغي على طلبة العلم أن يحيوا مثل هذه المجالس التي فيها قراءة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صارت سنة مهجورة. لما أيها الإخوة ويا أيها الأخوات، لما نحيي هذه الأحاديث، إحياء هذه السنة سنة السماع والقراءة؟ لأن سماع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نور تحيا بها القلوب في زمن الظلمة. متى ما خفت سماع هذه الأحاديث معنى أنها توسعت دائرة الظلمة والظلمات والظلام. ومتى ما أحيت هذه السنة معناها أن النور ينتشر، نور النبي صلى الله عليه وسلم ونور أحاديثه وكلماته التي خرجت من فمه تحيا من جديد، معنى أنه يتوسع النور وتكثر نسبة الإضاءة في هذه الأرض. فكما نجوم السماء يهتدي بها أهل الأرض ليسيروا في طرقهم وليستنيروا بها في ليلهم داج الظلام، أيضا أي معالم أيما طالب علم أشعل مجلسا فيه شعلة الأنوار من أنوار المصطفى صلى الله عليه وسلم معناها أن هذا المجلس كوكب في الأرض يتراءى له أهل السماء. نجوم السماء نراها نحن، لكن نجوم الأرض من الذي يراها؟ أهل السماء. فإذا صار ذكر الإنسان في السماء فكفى به شرفا ورقيا. وكما نحرص يا أحباب على قراءة القرآن وسماعه، أيضا ينبغي لنا أن نحرص على سماع ما خرج من فم نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءته. وهذا ما كان عليه السلف والخلف من الأئمة الأعلام، فكانوا يتنورون وينورون حياتهم ودروبهم بأنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قيل كفى بالمرء نبلا أن يكون اسمه أدنى آخر سلسلة أعلاها وأسماها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن تضع نفسك في سلسلة أنت أدناها ورسول الله بالطرف الآخر أعلاها، إنه لشرف عظيم. وهذا يكفي يعني أن يجر الإنسان أن يكون ذا اهتمام بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. رابعا مما ينبغي الإشارة إليه أن من عناية العلماء بالسنة أنهم اعتنوا بها كما في علمكم وكما تسمعون، وخاصة المتخصصين في علم الحديث اهتموا بها سبكا وضبطا ودراية ورواية ومتنا وسندا إلى أن أوصلوا العلوم الفرعية التي تعنى بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم 7 علوم هي معايير مرت منها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مرت من هنا. وهذا فيه رد كاف وقوي لمن يشكك في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. من يشكك في السنة ما بضاعته ما معاييره لا شيء.
شبه تعتريه أملأت عقله وصدقها، ولضعفنا ولقلة ارتباطنا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبالعلم الصحيح المبني على قواعد يعني ضوابط المعرفة المضبوطة والمنضبطة، صدقنا هذه الشكوك وسلمنا بها وسلمنا عقولنا لها، وما ينبغي ذلك. ولو أننا تفهمنا السنة ودرسناها ونظرنا إليها لوجدنا أن العلماء وضعوا لذلك معايير وضوابط. من هنا مرت الأحاديث، من هنا خرجت الأحاديث. فلو علمنا هذه الضوابط ولو على عمومها لرددنا بأقل تكلفة علمية وجدلية شبه المشبهين الذين يلقون بشبههم على يعني تشكيك في أمر السنة. فالعلماء اهتموا بها بأساسها من ساسها إلى راسها، وببنائها المتكامل، المتن والأساس والقواعد والسقوف، بل أكملوا هذا البناء بزخارف وألوان جعلت من السنة ذات منظر جميل. لو عرض عرضا جسديا لكان أفضل بناء بعد القرآن، بعد سبك القرآن في هذه الكرة الأرضية. فاعتنوا بها اعتناء، ومن هذا الاعتناء أن تفننوا في وضع أوصاف علمية من خلال التتبع للأحاديث، فوجدوا أن هناك أحاديث ذات صفات معينة، ذات ألوان علمية معينة ينبغي إفرادها والاهتمام بها والعناية بها من أجل أن تظهر السنة بجمالها. فمن هذه العناية ومن هذا الاهتمام الأحاديث المسلسلة، أحاديث الثلاثيات، الرباعيات، العشاريات، الأحاديات، كما سيأتي معنا بعض هذه الأمور. فماذا يعني الأحاديث المسلسلة، الحديث المسلسل، وماذا يعني الأحاديث الثلاثية، وماذا يعني أطراف الأحاديث؟ نبدأ بما هو معني بمجلسنا في هذا اليوم المبارك، اللي هو الأحاديث المسلسلة. الحديث المسلسل هو تتابع الرجال، إسناد الحديث يعني سند الحديث ورجال الحديث واحدا تلو الآخر على صفة واحدة أو حالة واحدة للرواية أو للراوي، سواء للرواية أو للراوي. وصفات الرواة وأحوالهم إما في الأقوال وإما في الأفعال أو هما معا. وصفة الرواية إما تتعلق بصيغة الأداء أو بزمانها أو مكانها، يعني إما تكون وردت في زمن معين فتعلقت بهذا الزمن فصارت مسلسلة بهذا الزمن، فعلى بها العلماء ورووها في أماكنها، رووها في أزمنتها، رووها بحالاتها، سواء حال الراوي كالتشبيك أو حال من حيث الفعل أو من حيث القول إني لا أحبك كما سيأتي معنا في مسلسل المحبة، أو على صفة معينة، أو أن تجمع بين الصفة وبين الفعل والقول، يعني ضرب أو يعني لحيتيه، وضع يديه على لحيتيه ثم قال وتؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. المهم أنه تعددت أوصاف وصفات هذه الرواية وصفات هذا الراوي، فهذا يسمى بالحديث المسلسل. وكما في متن البيقونية مسلسل قل ما على وصف أتى كذاك والله قد أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعدما حدثنيه تبسم. فهذه الأحاديث المسلسلة، ومن أشهرها المسلسل
بالأولية، المسلسل بالمحبة، المسلسل بسورة الصف وغيرها من المسلسلات. لكن مما يقدر الإشارة إليه من الأمانة العلمية أن الأحاديث الواردة بصفة التسلسل، يعني الأحاديث المسلسلة أغلبها يعتريها الضعف، وقليل منها ما يكون في حكم الصحيح، الصحيح. يعني العلماء يقولون أن أحاديث الواردة بالتسلسل أغلبها لم يصح، لكن فيها قليل صح وأحاديثها صحيحة. وقد جرت عادة علماؤنا الكرام ومشايخنا الفضلاء عند بدء مجالسهم العلمية بذكر حديث يسمى حديث الرحمة المسلسل بالأولية. كل راو يقول فيه حدثني شيخي، وهو أول حديث سمعته منه، حتى يبلغ به سيدنا الإمام سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه. بعد سفيان يصل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دون ذكر أول حديث سمعته، دون هذا اللفظ، يعني بمعنى ينتهي بذكر اللفظ وهو أول حديث سمعته عنه عند الإمام سفيان بن عيينة. بعد سفيان بن عيينة ينتهي ذكر وهو أول حديث سمعته عنه، وينتهي بسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا هذا الحديث قد سمعته كأول حديث أو كأول ما سمعت في مجالس السماع من عدة مشايخ كرام، منهم شيخنا العلامة المسند المعمر الشريف إبراهيم بن عمرو بن القليمي رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا الله بعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. وكذا أيضا شيخنا المعمر المسند السيد قاسم بن إبراهيم البحر الأحمدي حفظه الله تعالى، وهو نزيل مكة حاليا، نزيل مكة المكرمة كرمها الله وشرفها. وكذا شيخنا الدكتور يحيى غوثاني من علماء الشام وغيرهم من المشايخ. هذا الحديث رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء. هذا الحديث يسمى المسلسل، يعني يسمى حديث الرحمة المسلسل بالأولية، وقد أجزتكم به كما أجازني مشايخ الكرام بأسانيدهم المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إشارة أيها الأحباب بين يدي هذا الحديث. هذا الحديث من حسن حظنا أنه حديث صحيح، ومن الأحاديث المسلسلة، ومما يروى به في أول المجالس. هذا الحديث كما هو إرث علمي وإرث لفظي من رسول الله صلى الله عليه وسلم نتشرف به وبالانتساب إليه، فيه إرث عظيم، إرث نبوي كبير، ألا وهو خلق الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يورث لا مالا ولا عقارا، وإنما ورث علما كما تعلمون. ومن العلوم علم السلوك والتهذيب والزهد والتصوف، ومن السلوك سلوك الرحمة. وأكمل الخلق أكمل الرحماء على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكمل الخلق، أفاض الله عليه من رحمته المطلقة كمالا وجمالا وجلالا، ففاض رسول الله صلى الله عليه وسلم على من دونه من البشرية. كل ما رحمة في البشرية أو غير البشرية هي مستفاضة وفيض من فيض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله هو أكمل الرحماء. وبعد ذلك أيها الأحباب كل له من الإرث بحسبه، يعني البعض منا يرث الثلث، والبعض الثلثين، والبعض النصف، والبعض بحسب.
بحسب ما عندك ما في قلبك من الرحمة، كما وكيفا. يعني كما رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمته وسعت العالمين، وسعت المؤمنين وغير المؤمنين، المسلمين وغير المسلمين. المسلمين معروف بالهداية والرحمة إلى غير ذلك من عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن غير المسلمين كيف يفهم؟ بالشفقة وتمني ورجاء هدايته. هذه من حيث الكم. من حيث الكيف بقدر ما عندك من الرحمة، نوع الرحمة بقدر ما تكون ورثت من النبي صلى الله عليه وسلم. وأجل رحمة أيها الكرام وأفضل رحمة ينبغي أن نهتم بها وأن نعتني بها بقدر ما نستطيع هو أن تنقذ شخصا من نار جهنم والعياذ بالله. هذه أكمل رحمة، أجل رحمة. أن ترحم إنسان يكون من درجة في الجنة إلى درجة أخرى، يعني من نعيم إلى نعيم، لكن أن تنقذ إنسانا من نار جهنم هذه أكمل رحمة. قد تقولون نحن في بيئات مسلمة، نقول هناك عصاة يحتاجون إلى هداية، يستحقون النار بعصيانهم. هناك أيضا غير مسلمين يحتاجون أقل ما يمكن ألا يفوتك الدعاء لهم بأن يهديهم. فهنا تكون قد بذلت ولو أقل ما في الجهد في سبيل إنقاذ ما يمكن، فقد ينقذ الله عز وجل بخالص دعواتك شخصا يخرجه من النار ويدخله الجنة. ففي هذا الحديث حقيقة مكسب عظيم، مكسب خلقي عظيم من أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. المسلسل الآخر، الحديث المسلسل الآخر المسلسل بالمحبة. والمسلسل بالمحبة أي تسلسل بذكر لفظ إني أحبك. وهذا الحديث هو عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء كما جاء في السنن قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا معاذ إني لأحبك. ما أفضلها، يعني هذا وسام ما بعده وسام، أن تكون باسمك تذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لك يا سيدنا معاذ. فقال والله يا معاذ إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعلى هذا ولأننا في مجلسنا نأخذ المسلسل بالمحبة أقول لكم طامعا في دعواتكم، فلعل دعوة صالح يدعو لنا ينقذ الله عز وجل بها في اليوم العصيب واللحظة العصيبة. فطامعا في محبتكم وفي دعائكم، وأسأل الله أن تكون محبة خالصة لله، أقول إني لأحبكم كما جاء في الحديث فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقولوا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاقبلوا هذه الدعوة واقبلوا هذه الإجازة، نجيزكم بها كما أجازونا مشايخنا بسندهم المتصل إلى سيدنا معاذ إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة التي بعدها الثلاثيات. نحن معنا في برنامجنا المسلسلات انتهينا منها. النقطة الثانية اللي هو الثلاثيات، الأحاديث الثلاثية. ما معنى الأحاديث الثلاثية؟ هي الأحاديث والمرويات الموجودة في كتب السنن والتي تكون في سندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين رسول الله 3 وسائط، يعني 3 رجال من رجالات السند، بمعنى فيها الصحابي وفيها التابعي وفيها تابعي التابعي. وهؤلاء أكمل القرون وخير القرون على الإطلاق. خير القرون قرني كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكما ورد في الحديث سابقا تسمعون
ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. فهذه الأحاديث الثلاثية. الأحاديث الثلاثية ليس كل أمهات السنن فيها ثلاثيات، وإنما بعضها، كالبخاري فيه ثلاثيات 22 حديث 22 حديثا. الصحيح مسلم ليس فيه ثلاثيات، فيه رباعيات. الإمام الترمذي فيه ثلاثيات ولكن حديث واحد. سنن أبي داود فيه ثلاثيات. ابن ماجه فيه 5 أحاديث. أيضا سنن الطبراني أيضا فيها ثلاثيات. أيضا سنن الإمام أحمد فيه أيضا ثلاثيات. وفي أحاديات كما في مسند الإمام أبي حنيفة. الإمام أبي حنيفة مختلف هل لقي من الصحابة أم لا. الراجح عند أهل العلم، القول الراجح أنه لقي جماعة من الصحابة، منهم أنس بن مالك، فروى أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة صحابي، وغيره أيضا من الصحابة، ففيه أيضا أحاديات. وأيضا الإمام ابن حجر عنده العشاريات، وهكذا هي يعني مصطلحات فيها عبارة كما قلنا عن تفنن. ونحن بإذن الله سنأخذ بعض السنن التي فيها ثلاثيات. لما الاعتناء بهذا الحديث بهذا الشكل، الثلاثيات والرباعيات وغير ذلك؟ هو كما قلنا سابقا إظهار العناية بالسنة، وحث الأجيال تلو الأجيال بأن يظلوا على هذه العناية وهذا الاهتمام وهذا التحفيز لمن بعدهم بالاهتمام بمثل هذه التوصيفات العلمية التي فيها كما قلنا إظهار عناية بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إظهار القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يكون الثلاثي بينك وبين الرسول 3، يعني معناه أنك قربت من الإضاءة الأصلية والنور الأصلي لهذا الكون، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قيل أو كما ذكر الإمام البيقوني في بيت قال: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. والإمام أحمد يقول: علو الإسناد أو طلب علو الإسناد من الدين، طلب علو الإسناد من الدين. وبقي معنا في هذه الإشارات أحاديث الأطراف، أطراف الأمهات الست، لعلها ظهرت مؤخرا. أخذ الأمهات التسع، أخذ الحديث الأول والحديث الآخر منها الأخير، وأفردت على جهة التبرك وعلى جهة الاتصال وعلى جهة طلب بعض العلم لالتقاء. العلماء كانوا يعني يحدث لهم التقاء في المجامع العامة كالحج والعمرة كمكة والمدينة وغيرها من المؤتمرات العلمية التي يكون فيها الوقت مشغول بالبرنامج المعد لهذه المؤتمرات ولهذه الأماكن التي شغلت بهذه العبادات وبهذه المؤتمرات. فيلتقي العلماء مع العلماء، فللاختصار بدلا من أن يقرأ البخاري من أوله إلى آخره أو ويحتاج إلى وقت طويل، المسلم الماجة وغيره من السنن، فيأخذ أوائل هذه الأمهات الست التسع غيرها أقل أكثر، ويقرأها على من يريد أن يأخذ منه ويتبرك منه ويقرأها عليه، ويأخذ الإجازة بما سمع وبما قرئ عليه، بما قرأ وبما قرئ عليه، وإجازة ببقية ما لم يسمعه أو ما لم يقرأه. ونسأل الله عز وجل في ختم هذه التطوافة وهذه المقدمة أن يبلغنا المراتب العليا في العلم والقبول في الدنيا والآخرة، والقبول في الأرض وفي السماء. بإذن الله تعالى الآن ننتقل إلى فقرة قراءة الأمهات التسع أولا، ثم بعد ذلك المسلسل الحديث الثلاثيات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. وممكن للأخ أن يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث المسلسل بالأولية.
بأساندكم شيخنا حفظكم الله تعالى إلى الإمام سفيان بن عيينة، وإليه ينتهي التسلسل بالأولية، عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء. الكتاب الأول صحيح الإمام البخاري، وبأساندكم المتصلة إلى صحيح الإمام البخاري. قال في أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، باب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي وعبد الله بن زبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال في آخره: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم أقوالهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الكتاب الثاني صحيح الإمام مسلم، وبأسانيدكم المتصلة إلى صحيح الإمام مسلم رضي الله عنه قال في أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الإمام. باب التوضيح فقط للسامعين، نحن نقرأ الحديث الأول من كل سنة من كل كتاب، والحديث الأخير فقط. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الإيمان. باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامات الساعة. قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. حدثني أبو خيثمة زهير. طبعا للتنبيه، يعني في قراءة الأحاديث بأسانيدها وبرجالها قبل حدثني وأخبرني وأنبأني التي تكون في بداية الرواية، لا بد أن يقول القارئ، وما دام أنه في مقام الرواية، أن يقول: وبه إليه. ما معنى وبه إليه؟ يعني وبسندكم المتصل إلى المؤلف إلى رسول الله إلى حدثني. يعني لا تبتدئ أنت بحدثني، لأنه لم يكن حدثك أبو خيثمة، نعم، وإنما الذي حدث أبو خيثمة هو الإمام مسلم رضي الله عنه. وبذلك يقول وبه، يعني وبسند المتصل إلى بسندكم المتصل إلى صحيح الإمام مسلم حدثني قال، وبه إليه قال، وهكذا. بعد ذلك إذا جاءت حدثني في ثناياها يمكن للإنسان أن يقولها على سبيل الحكاية: حدثني وأنبأني. ممكن أن يقول: قال حدثني قال أنبأني. فدرجة يعني عند المشايخ في الأوساط ممكن أن تقول حدثني وأخبرني وأنبأني على سبيل الحكاية، لا أنت. لكن إذا استطعت أن تأتي بها، يعني تقول قال قبل حدثني وأخبرني، لكن قبل عن وعلى لا. تفضل. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثني وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. ما معنى حاء؟ تحويل السند، أي تحويل السند. الحديث جاء من أكثر من طريق، ومن أجل أنه يثبت هذه الطرق فيذكر السند إلى راو ثم يستأنف طريق آخر عند ملتقى هؤلاء الرواة وهذه الطرق يذكر أعلاها أو ما شاء أن يختار من الأسانيد، إما أقواها أو أعلاها. أحسن الله إليكم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. قال حدثني أبي قال حدثني كهمس عن أبي بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول
هؤلاء في القبر. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه داخلا المسجد، فاكتنفناه أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لولا أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس للنبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. طبعا يا أحباب، فقط احنا لن نستطيع أن نقف عند الإشارات الهامة، ولكن الهامة يعني مرتين نقف عندها. هذا الحديث هو المرة الثانية الذي جاء فيه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. اللقاء الأول كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اللقاء الثاني لاحظوا في الأخير قال إنه جبريل أتى. جبريل من؟ ما قال أتاكم ولا أتاني. ففي هذا شرف للصحابة أنهم تلقوا من جبريل عليه السلام. فيقول أهل المعرفة وأهل الذوق أنه لا زال هذا الأمر موجود في أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. فيمكن لشخص يكتب الله له كرامة بأن يجد ملكا في صورة بشر يعلمه ويرشده، يعني لم ينتهي هذا، ولكنه ليس على سبيل الوحي كما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما على سبيل الكرامة واللقية الطبيعية. فلا زال يعني هذا الأمر حاصل. فقال إنه جبريل أتاكم، ولم يقل أتاني، أتاكم يعلمكم دينكم. في الحديث رواد المساجد هم الملائكة، يعني جلساء الملائكة، بمعنى أن الملائكة تجالس وتسكن في المساجد التي فيها حلقات العلم، فتتدارس مع أصحابها ومع من يحيون هذه المجالس. أحسن الله إليكم. وقال في آخره: باب في قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال: حدثنا هشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم قسما: إن هذان لخصمان اختصموا في ربهم، إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع وحدثني محمد وقال: حدثني محمد بن المثنى قال: حدثني عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم لنزلت هذان خصمان بمثل حديث هشيم. الكتاب الثالث سنن الإمام أبي داود، وبأسانيدكم المتصلة إلى سنن الإمام أبي داود رضي الله عنه قال في أوله: كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعد بن القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. وقال في آخره: باب في الرجل يسب الدهر. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وابن الصرح قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله عز وجل: يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيدي الامر اقلب الليل والنهار. وقال ابن الصرح عن ابن المسيب: مكان سعيد والله اعلم.
الكتاب الرابع سنن الإمام الترمذي، وبأسانيدكم المتصلة إلى سنن الإمام الترمذي قال في أوله أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير المزني. وبه إليه قال حدثنا هارون وقال في آخره وبه إليه قال حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة الفروي المدني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالإيباء، مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بني آدم وآدم من تراب. هذا حديث حسن صحيح، وهذا أصح عندنا من الحديث الأول. وسعيد المقبوري قد سمع من أبي هريرة ويروي عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد روى سفيان الثوري وغير واحد عن هذا الحديث عن هشام بن سعد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي عامر عن هشام بن سعد. الكتاب الخامس سنن الإمام الترمذي، وبأسانيدكم المتصلة إلى سنن الإمام الترمذي قال في أوله كتاب الطهارة تأويل قوله عز وجل. نعم. الكتاب الخامس سنن الإمام النسائي، وبأسانيدكم المتصلة إلى سنن الإمام النسائي قال في أوله كتاب الطهارة تأويل قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وبه إليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوءه حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وقال في آخره وبه إليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير قال كان ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن. الكتاب السادس سنن الإمام ابن ماجه، وبأسانيدكم المتصلة إلى سنن الإمام ابن ماجه قال في أوله باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. وقال في آخره وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون. الكتاب السابع موطأ الإمام مالك، وبأسانيدكم المتصلة إلى موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي قال في أوله كتاب وقوت الصلاة باب وقوت الصلاة. وبه إليه قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز أعلم ما تحدث به يا عروة أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. وقال في آخره كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي 5 أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. الكتاب الثامن مسند الإمام أحمد، وبأسانيدكم المتصلة إلى مسند الإمام أحمد رضي الله عنه قال في أوله مسند العشرة المبشرين بالجنة مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قيس قال قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وقال في آخره حديث شداد بن الهادي
وبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وهو حامل حسن أو حسين، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها. قال أبي رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سجد، فرجعت في سجودي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة أطلتها حتى ظن أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليه. قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. الكتاب التاسع سنن الإمام الدارمي وبأسانيدكم متصلة إلى سنن الإمام الدارمي رضي الله عنه قال في أوله باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل والضلالة. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أيؤاخذ الرجل بما عمل في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وقال في آخره باب كراهية الألحان في القرآن. وبه قال أخبرنا عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن إدريس عن الأعمش قال قرأ رجل عند أنس بلحن من هذه الألحان فكره ذلك أنس. قال أبو محمد وقال غيره قرأ غورك بن أبي الخضرمي. نعم. وبه قال حدثنا العباس بن سفيان عن أبي علية عن ابن عون عن محمد قال كانوا يرون في هذه الألحان في القرآن محدثة محدثة الثلاثيات. هذه أطراف الأمهات التسع أيها الأحباب الكرام الحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات، وأجازتكم بها كما أجازوني مشايخ الكرام بأسانيد متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. طيب فقط أنا أساعدك في بعض ثلاثيات أستخذ راحتك ثم أحسن الله عليكم. أولا ثلاثيات البخاري. وبالسند المتصل إلى صحيح الإمام البخاري قال وبه قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيء؟ قالوا لا. فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها. قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيء؟ قالوا 3 دنانير فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة صل علي يا رسول الله وعلي دين فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة يصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا. فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر. قال: على ما توقد هذه النيران؟ قالوا: على الحمر الإنسية. قال: اكسروها واهرقوها. قال: ألا نهريقها ونغسلها؟ قال: اغسلوا. قال أبو عبد الله: كان ابن أبي أويس يقول الحمر الإنسية بنصب الألف والنون، الحمر الأنسية بنصب الألف والنون. وبه قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني حميد أن أنسا حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال: يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. زاد الفزاري عن حميد عن أنس: فرضي القوم وقابلوا الأرشاء. وبه قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة فلما خف الناس قال: يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال: قلت: قد بايعت يا رسول الله. قال: وأيضا فبايعته الثانية. فقلت له: يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت. وبه قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه أخبره قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف. قلت: ويحك ما بك؟ قال: أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذ؟ قال: غطفان وفزارة. فصرخت 3 صرخات أسمعت ما بين لابتيها: يا صباحا يا صباحا. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا فأقبلت بها أسوقها. فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن القوم عطاش وإني عجلتهم أن يشربوا سقيهم فابعث في إثرهم. فقال: يا ابن الأكوع ملكت فأسجع إن القوم يقرون في قومهم. وبه قال: حدثنا عصام بن خالد حدثنا حريز ابن عثمان أنه سأل عبد الله بن أبي مسلم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال: كان في عنفقته شعرات بيض. وبه قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة. فقلت: يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال: هذه الضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس: أصيب سلمة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث به 3 نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. وبه قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا. وبه قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا حميد أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله القصاص. وبه قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما أوقدتم هذه النيران؟ قالوا: لحوم الحمر الإنسية. قال: أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال: نهيرق ما فيها ونغسلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ذاك. وبه قال: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد 3 وبقي في بيتي منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي. قال: كلوا واطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. وبه قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. فقال رجل منهم: أسمعنا يا عامر من هنيهاتك. فحدا بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من السائق؟ قالوا: عامر. فقال: رحمه الله. فقالوا: يا رسول الله هل أمتعتنا به فأصيب صبيحة ليلته؟ فقال القوم: حبط عمله. فقتل نفسه. فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله
فداك أبي وأمي. زعموا أن عامرا حبط عمله، فقال كذب من قالها، إن له لأجرين اثنين، إنه لجاهد ومجاهد، وأي قتل يزيده عليه. وبه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فقال لي يا سلمة ألا تبايع؟ قلت يا رسول الله قد بايعت في الأول، قال وفي الثاني. وبه قال حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا عيسى ابن طهمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش، وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما، وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء. تمت ثلاثية البخاري، وإلى ثلاثية الترمذي. تفضل. ثلاثيات الإمام الترمذي. وبأسانيدكم المتصلة إلى سنن الإمام الترمذي قال وبه إليه قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ابن بنت السدي الكوفي قال حدثني عمر بن شاكر عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وعمر بن شاكر شيخ بصري قد روى عنه غير واحد من أهل العلم. ثلاثيات الإمام ابن ماجه. وأسانيدكم المتصلة إلى سنن الإمام ابن ماجه قال وبه إليه قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا كثير بن سليم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع. وبه إليه قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا كثير بن سليم عن أنس بن مالك قال ما رفع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل شواء قط ولا حملت معه طنفسة. وبه إليه قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا كثير بن سليم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رويدا يعني أفصح الحروف. وطبعا يا أحباب مما ورثناه من مشايخنا وما تعلمناه من مشايخنا القرآن يتلى بأحكامه التجويدية التحسينية الزائدة عن حدودها الأصلية، أليس كذلك؟ ونحن متعبدون بتلاوته. السنة لجمالها ولأنها جاءت من جمال الجمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تأخذ لحنا وراحلة كما رواحل الإبل وكما رواحل. مر معنا يعني والصحابي يرحل بين يدي الصحابة وهم مسافرون وأعجبهم صوته، فالراحلة والصوت الحسن أو تحسين الصوت براحلة متناسبة مع العلم الذي تأخذه يعني يزيده في الحسن حسنا ويزيده في الجمال جمال. فتقرأ الأحاديث وتقرأ العلوم الشرعية بشكل عام بين يدي العلماء بالألحان المتعارف عليها. يعني أهل مصر لهم لحن معين، أهل اليمن لهم لحن معين، أهل الشام لهم لحن معين. اللحن لحون العرب، اللحون التي درج عليها يعني طبيعة البلد. ينبغي أن طالب العلم وقارئ الكتب الطلب بين يدي المشايخ أن يأخذ هذا اللحن ويتدرب كما يتدرب على تلاوة القرآن من أجل أن يعطي المقام مقامه. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. وبه إليه قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا كثير بن سليم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير أسرع إلى البيت الذي يغشى من الشفرة إلى سلام البعير. وبه إليه قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا كثير بن سليم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مررت ليلة أسري بي بملأ إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة. وبه إليه قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا كثير بن سليم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة مرحومة عذابها بأيديها، فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين فيقال هذا فداؤك من النار. ثلاثيات الإمام الدارمي رضي الله عنه. وبأسانيدكم المتصلة إلى سنن الإمام الدارمي رضي الله عنه قال وبه إليه قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قام في حديث ما قرأه طيب نختم به.
جبرا لخاطركم نقرأه. وبالسند المتصل إلى صحيح الإمام الدارمي أو سنن الإمام الدارمي يقول الإمام الدارمي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. وبه قال حدثنا جعفر بن عون أخبرنا يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قام بال في ناحية المسجد قال فصاح به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفهم عنه ثم دعا بدلو من ماء فصبه على بوله. وبه قال فكفهم عنه ثم دعا بدلو من ماء فصبه على بوله. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا صلى فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة فإذا بزق أحدكم فليبصق عن يساره أو تحت قدمه أو يقول هكذا وبزق في ثوبه ودلك بعضه ببعض. وبه قال أخبرنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يوم عاشوراء رجلا من أسلم إن اليوم يوم عاشوراء فمن كان أكل أو شرب فليتم بقية يومه ومن لم يكن أكل أو شرب فليصمه. وبه قال أخبرنا أبو عاصم بن مؤمل وأبو نعيم عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الحج المار على ناقة صهباء ليس ثم ضرب ولا طرد ولا إليك. وبه قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت بن أبي أوفى يقول سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة ونحن نستر من أهل مكة أن يصيب أحد بحجر أو برمية. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد عن أنس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحج. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تمر فأخذ يهديه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل تمرا مقعيا من الجوع. قال أبو محمد يهديه يعني يهديها هنا وها هنا. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف ورأى عليه وضرا من صفرة مهيم قال تزوجت قال أولم ولو بشاه. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد عن أنس قال أهدى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه قصعة فيها ثريد وهو في بيت بعض أزواجه فضربت القصعة فانكسرت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الثريد فيرده بالصحفة وهو يقول كلوا غارت أمكم ثم انتظر حتى جاءت قصعة صحيحة فأخذها فأعطاها صاحبة القصعة المكسورة. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجمه أبو طيبة وأمر له بصاعين من طعام. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا عاصم هو الأحول قال وثبتني شعبة عن عبد الله بن سرجيس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحول بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. وبه قال أخبرنا أبو عاصم عن عثمان بن سعد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلي ركعتين أو يودع المنزل بركعتين. قال عبد الله عثمان بن سعد ضعيف. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن عبيد عن أنس قال كان غلام يسوق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا قالوا ومن قال كثبان من مسك يخرجون إليها فيجتمعون فيها فيبعث الله عليهم ريحا فتدخلهم بيوتهم فيقول لهم أهلهم لقد ازددتم بعدنا حسنا ويقولون لأهلهم مثل ذلك. وبه قال حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا أيفع بن عبد الكلاعي قال رجل يا رسول الله أي سورة القرآن أعظم؟ قال قل هو الله أحد. قال فأي آية في القرآن أعظم؟ قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فأي آية يا نبي الله تحب أن تصيبك وأمتك؟ قال خاتمة سورة البقرة فإنها من خزائن رحمة الله من تحت عرشه أعطاها هذه الأمة لم تترك خيرا من خير الدنيا والآخرة
إلا اشتملت عليه. هذا والله أعلم. وفي نهاية هذه الثلاثيات أيضا نقول لكم أجزتكم بها كما أجازوني مشايخ الكرام رضوان الله تعالى عليهم، ونجيزكم إجازة عامة في كل مروياتنا المعقولة والمنقولة ما عدا القرآن والقراءات بالأسانيد المتصلة عن مشايخنا الكرام الفضلاء العظام رحمهم الله وحفظ الله من بقي منهم إلى مؤلفات الكتب المعقولة والمنقولة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. في ختام هذا المجلس لا يسعنا إلا أن نسأل الله عز وجل الكريم الأكرم الرب الأعظم أن يتقبل منا هذا المجلس، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم، وأن يجعله سببا في البركات وحصول النفحات والهبات والصلات والعوائد والموائد، وأن يهب لنا به وفيه ما وهب لعباده الصالحين وأوليائه المقربين. اللهم أشركنا في كل مجلس تذكر فيه ويذكر فيه رسولك صلى الله عليه وسلم من بداية الدنيا إلى أن تقوم الساعة. اللهم أشركنا مع الصالحين في عباداتهم وفي علمهم، أشركنا معهم في بركاتهم ونفحاتهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا المجلس سببا في نظرة الرحمات والبركات منك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع به الغمة عن الأمة. نتوسل إليك بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما قرأناه وبما سمعناه في أن تستجيب دعاءنا، وأن تتقبل منا، وأن ترفع الغمة عن الأمة، وأن تنصر إخواننا المجاهدين المرابطين على أرض فلسطين كلهم خير ناصر وخير معين. عجل لهم بنصرك المبين وفرجك القليل، وعليك بأعدائهم أعداء الدين. شتت شملهم وفرق جمعهم. أرنا فيهم عجائب قدرتك وقوتك يا قوي يا عزيز يا متين يا رب. إن للحاضرين والسامعين والحاضرات والسامعات كل واحد منا له حاجات يريدها منك يا الله. اللهم فحقق لكل منا حاجته ومآربه يا سامعا لكل شكوى ويا عالما بكل نجوى يا من هو عالم بالحال. الحال يغنيك عن السؤال يا رب. سألناك وأنت الأكرم، رجوناك وأنت الأكرم، دعوناك وأنت الأكرم، طلبناك وأنت الأكرم يا سميع الدعاء ويا عظيم الرجاء يا كريم العطاء. استجب دعاءنا، حقق رجاءنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام كثر من العلماء والأولياء والصالحين. اللهم كثر من العلماء والأولياء والصالحين في كل أرجاء المعمورة يا رب العالمين، واجعلنا سببا في مبعثهم وأشركنا معهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وصل اللهم على نبينا محمد. اللهم استجب دعانا بجاه النبي الكريم وسر أسرار الفاتحة.